عبد العزيز الخدلي رئيس جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة، رئيس المهرجان الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة. اليوم النسخة ديالو هي النسخة 17. حاولنا ما أمكن في اللجنة المنظمة باش نديروا واحد الدورات تكوينية سابقة للمهرجان بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. هاد الدورات يعني استعدادات للمهرجان الدولي للأشخاص في وضعية إعاقة. إنه اليوم كما تلاحظون بأن الدورة التكوينية ديال شوشنبير اللي بدات من 2024 بأنه فيها غير صحاب الإجازة الماستر كلهم من أشخاص أغلبية من المكفوفين، ولكن فيها الشخص المعاق، فيها الشخص الساوي بين قوسين، وبحضور مؤسسات عمومية وزارة الشباب والثقافة والتواصل في شخص السيد الكاتب العام اللي تشكروا من هذا المنبر، وفي شخص مجلس العملات الرباط، وزارة التضامن. هادو كاملين ثلاثة المؤسسات اللي وضعوا الثقة في جمعية التعاون الثقافي ومساندة ذوي الإعاقة، لأنه البرنامج ديال جمعية التعاون الثقافي متنوع وشامل وهادف وله آثار إيجابية عند المواطن وعند أشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة. ثانيا هو استعداد محمد طهرة وبشرى ريش كفنانة كبار في المغرب بأنه جاو كضيوف شرف اليوم. هذا تيوحي لنا بأنه الفنانين تساهموا توا في انخراط هاد الاشخاص في وضعيه اعاقه في المجال الفني، لان اليوم كما تلاحظون اغلبيه الفنانه اللي تيبغي يدير دور شخص في وضعيه اعاقه خصو هو يتقمص ذاك الشخص. اليوم عندنا فنانين، عندنا طاقات اللي يمكنهم يلعبوا هذا الدور. اللي جميل في الامر بانه جاتنا السي ميدو المصري اللي فنان كبير ديال مصر اللي اليوم بغى يشارك معنا في هذا الافتتاح. اليوم هاد الناس كاملين على هدف واحد هو الشخص المعاق إقادته داخل المجتمع، ما يبقاش مهمش، ما يبقاش مقصي. اليوم يدخل المنظومه ويساهم في التنميه كما نادى بها جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي في جميع الخطابات التنميه البشريه اشخاص في وضعيه اعاقه خصهم ياخذوا حقهم وخصهم. الحمد لله كاين اجتهادات، كاين مبادرات قويه لا داخل المؤسسات العموميه ولا الادارات العموميه ولا الجمعيات، كاين هناك تحرك ايجابي